السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين. احنا خلاص بقى بنودع شهر رجب وداخلين على شعبان، وبدأ العد التنازلي كده علشان خاطر يخش علينا شهر رمضان بالخير كده. ربنا يجعله يا رب شهر مبارك على الأمة الإسلامية جميعا. تعالوا بقى نشوف النهارده هنعمل ايه. هنعمل طبق يعتبر ملك الأطباق الشتوية، وهو ايه بقى؟ الشعرية. وطبعا اللي ما جربش الشعرية بالطريقة دي فايته كتير جدا. تعالوا نشوف بقى نعمل طبق الشعرية بالكاستر، الطبق الجامد قوي اللي هو يعتبر الملك في الشتاء او للتدفئه للشتاء في الشتاء. تعالوا نشوف هنعمله مع بعض ازاي بطريقه سهله. وشايفين زي ما انتم شايفين كده الشكل، بسم الله ما شاء الله. حلا سخن كده دافي، بسم الله ما شاء الله. لو عايزين تاكلوه يعني يكون ساقع في التلاجة براحتكم، لكن طبعا بما ان هو حلا شتوي، بان احنا في الجو البرد فطبعا هناكله وهو سخن كده. لو حابين تحطوه في التلاجة حطوه في التلاجة، لكن احنا صراحه ربنا اكلناه وهو سخن كده. كمان لو حابين انتوا تعملوه كمان يبقى يعني في الصيف ان شاء الله تعملوه عادي في نفس الطريقة دي كده، وتحطوها في التلاجة ويبقى حلا بارد جدا للصيف. بس احنا دلوقتي طبعا في الشتاء والبرد طبق الشعرية باللبن ده بقى حاجة تانية كده جدا جدا بنعشقه. بصوا زي ما انتم شايفين كده عملت بطريقة سهلة وبسيطة. مقاديره عبارة عن ايه؟ معايا كوباية من الشعرية، معايا 3 معالق من السكر، معايا معلقتين من الكاستر، معايا معلقة كبيرة من الكريم شانتيه، دي قشطة وش اللبن او قشطه بقى، اي قشطه عندك، قشطه بلدي، قشطه وش اللبن، قشطه معلبات اللي يعجبك. معايا هنا دي مبدئيا كده كوبايه لبن، لكن انا ضفت هم 3 كوبايات لبن. معايا هنا زي ما انتم شايفين كيس فانيليا او رشه فانيليا سايله، مش هتفرق كتير. تعالوا بقى نشوف هنعمله مع بعض ازاي. زي ما انتم شايفين كده على النار حله او قدرنا زي ما هتعملي فيها، ونزلنا كده بمعلقه كبيره من السمنه البلدي. طبعا احلى حاجه تتعمل بيها او اجمل طعم كده للشعريه ام لبن هي السمنه البلدي، او زبده لو عندك زبده، بس خليها سمنه بلدي عشان خاطر الزبده ما تتحرقش معانا. لان صراحه ربنا انا ما بحبش اضيف ابدا ابدا للشعريه ام لبن زيت نهائي. يعني دي حاجه حلوه احنا بناكلها، لا اللي خلينا ناكلها بزيت لا طبعا. السمنه البلدي كده جميله وصحيه كمان، ما تقلقوش خالص منها يعني. تمام زي ما انتم شايفين كده انا شغلت النار عليها، واول السمنه بتاعتنا ما سخنت جدا، نزلت عليها على طول بالشعريه بتاعتنا وايدي فيها. مش هسيبها علشان انا عايزه اللون يبقى موحد، وعايزه اللون بتاعها كده، مش عايزاها متحمره زياده عن اللزوم، لا انا عايزاها اللون الذهبي الجميل ده. مش بحب الشعريه تكون متحمره أوي، ولا حتى في الرز احب احمر الشعريه زياده عن اللزوم. انا بحب اللون الذهبي كده جميل، علشان خاطر العين بتاكل قبل البق، فعشان يبقى شكل الطبق حلو بتاعنا كده وجميل. شايفين لون الشعريه تحفه جدا كده. هنزل بقى دلوقتي بايه؟ انا هنزل دلوقتي بكوبايتين من الميه. وبعد ما انزل كوبايتين من الميه انا هنزل بس معلقه واحده بس من السكر دلوقتي، لان احنا مش بنحب الحاجه او الاكل عامه يعني، او الحلويات سكرها زياده عن اللزوم، مش بنحب الحاجه مسكره ابدا. دي معلقه واحده كده مبدئيا لحد ما اضيف الكاستر واشوف الدنيا عامله ايه، وبعد كده حبينا سكر تاني نزود هنزود. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله شربت الميه بتاعتها، شايفين مفلفله وجميله زي استوت ومفلفله. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ ادي كوبايه من اللبن، هضيف كمان يعني حوالي كوبايه الا ربع، وهسيب الربع كوبايه التاني علشان خاطر اقلب فيه الكاستر. لكن انا هضيف كوبايه تانية، يعني اخد معايا كل المقادير، كل المقدار اللي اخده من اللبن. 3 كوبايات من اللبن، ودي برضو حاجه ترجع لك انت لو عايزه تقللي عن كده او تزودي عن كده. هنا بقى زي ما انتم شايفين هنا معانا هنا ربع كوبايه اللبن، نزلت عليها بمعلقتين الكاستر، ونزلت عليها بمعلقه الكريم شانتيه او معلقتين الكريم شانتيه زي ما تحبي. هقلبهم مع بعض هيدوبوا بسرعه جدا جدا. هنزل عليهم كده على طول على الشعريه بتاعتنا اول ما تبتدي تغلي. يعني اول ما تبتدي تغلي كده هنزل على طول، بس طبعا هنزل وايدي فيها باستمرار. انتوا عارفين الكاستر يعني يعتبر زي النشا، فعلى طول هيتكتل معانا لو ما كانش ايدك في قلبها على طول. هنا بقى معلقتين كبار قشطه، بسم الله ما شاء الله. القشطه بتاعت وش بلبن دي يعتبر يعني قشطه بلدي برضو. زي ما انتم شايفين بقى انا طبعا بعد ما تغلي معانا وخلاص بقى غلت كده وخلاص، المفروض نرفعها من على النار. يعني هندوق السكر بتاعنا، هنلاقيه محتاج شويه سكر، هضيف كمان المعلقتين الباقيين يعني المجموع السكر كله الثلاث معالق من السكر اللي انا ضفتهم ليها. انتوا عايزين طبعا تزودوا عن كده، دي حاجه ترجع لكم، لكن احنا مش بنحب اي حلويات يكون سكرها زياده. زي ما انتم شايفين بقى كده كيس الفانيليا خلاص بقى طالما غليت معانا، كيس الفانيليا، وبعد كده هقلب تقلبتين، وبعد كده خلاص كده هبتدي بقى ان انا اصب الشعريه بتاعتنا كده في الاطباق او في الكاسات او في البولات زي ما تحبوا. عايزين تسيبوها كده زي ما هي كده في قلب الحله، وتاخدوا منها كده في الاطباق وتاكلوا وهي سخنه كده، ولو بردت تسخنوها تاني بشويه لبن، مفيش اي مشكله خالص.
دي حاجة بقى ترجع لكم أنتم زي ما تحبوا، لكن أنا زي ما أنتم شايفين كده أنا غرفتها في الكاسات بتاعتنا، لإن إحنا كنا هناكلها سخنة كده دلوقتي يعني في نفس الوقت كده، وكان في فضل تاني طبعًا في الكازرونة فاضل منها كتير صراحة، غطيتها كده وشِلتها في التلاجة، ووقت ما أحب إن إحنا ناكل منها تاني أزوّد عليها شوية لبن، اللي هي طبعًا هتكون تقلت معانا أو نشِّت معانا طبعًا من الكاستر، وبعد كده هازوّدها شوية لبن تاني وادّيها بقى السمك اللي أنا عايزاه، عايزة أخفّفها، عايزة أتقّلها زي ما أنا عايزة. شايفين بسم الله ما شاء الله، عايزة أقول لكم ريحتها تحفة جدًا، جدًا. هنا الطبق ده بس اللي أنا أحُط عليه زبيب عشان ولادي ما بيحبّوش الزبيب أصلًا، وزي ما أنتم شايفين بقى كده شوية جوز الهند كده واحدتين كده من آسفة جدًا يا جماعة، زي ما أنتم شايفين كده هنا واحدتين من الكريز قسمناهم كده نُصّين كده، وزي ما أنتم شايفين شكل جمالي يعني بندّي شكل كده للطبق بتاعنا، وبسم الله ما شاء الله الطبق بيتكلم لوحده أو الكاسات بتتكلم لوحدها، شايفين بسم الله ما شاء الله، طبعًا هي لسه سخنة، سخنة جدًا كمان مش سخنة بس يعني، بُصّوا الطبقين يعني دُولة تحسّي إن هُم شمّعوا معانا، يعني وقت كل ما يقعدوا معاكِ وكل ما هيمسكوا معاكِ وهيتقلوا معاكِ، لو أنتِ عايزة تسيبيهم يعني يمسكوا نَفْسهم شوية. شايفين الطبق؟ لكن إحنا كده هناكله زي ما أنتم شايفين، وزي ما قُلت لكم إن إحنا هناكله سخن كده، وطريقة سهلة وبسيطة، ولو عجبكم الفيديو بتاعنا النهارده يا ريت ما تنسوناش في اللايك والشير وتفعيل الجرس عشان يوصلكم مننا كل جديد، واللي أول مرة ينورني كده ويشوف القناة عندي النهارده يا ريت أو دخل عندي النهارده يا ريت ما يبخلش عنها باللايك ويفعل الجرس على الكل عشان يوصلكم مننا كل جديد. وأقول لكم دلوقتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وما تنسوناش يا جماعة كده في دعوة حلوة من القلب في الأيام المفترجة دي كده، ربنا يعود عليكم وعلينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير يا رب. السلام عليكم.